خليني ابدا بامام عاشور. امام عاشور زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت او في الفيديو اللي فات، وقلنا ان هو اكتر لاعب عنده روح وحاسس بالفانيلا الحمراء، بيلعب لاخر ثانيه وبيعمل كل اللي عليه. امام بيكمل في مسلسل الرجوله ان هو يقول انا كويس، انا بحب النادي الاهلي، انا منتمي لكيان النادي الاهلي، انا مش زي ما الناس بتقول عليا، انا مش بتدلع. بس انا عندي مشكلتين بس معاك يا امام: باصي على طول، ويعني ما تفكرش اكتر من مره، يعني هتشوط شوط، لقيتها مزنقه او لقيت ان في حد في مكان احسن بصيله. انت كده هتريحنا وهتريح اللعيبه اللي بتلعب معاك، وهتبقى خطورتك اكتر وهتعمل اسيستات وتجيب اجوان اكتر. اللعيبه لما تلاقيك بتبصلها وبتديهم يعني كور حلوه وانفرادات، هم كمان هيبصولك، فالمنظومه تكتمل. فالله ينور عليك، استمر في اللعب ده، بس ركز في الباص السريع والقرارات السريعه، ما تفكرش مرتين. هي مظبوطه كده شوط، هي مظبوطه على باص، عايز تعدي عدي، ما تفكرش مرتين، ما تبصش على رجلك كتير.